الشيء الوحيد اللي ما تقدرش تشتريه أو ترجعه لو ضاع منك هو وقتك. كل ثانية بتعدي هي جزء من عمرك بيخلص ومش هيرجع تاني. طيب لو قلتلك ان انت ممكن تغير حياتك كلها للأحسن في دقيقة واحدة بس، مش تغيير مؤقت ليومين وبس، لأ، تغيير يخلي السعادة جزء أساسي وثابت في حياتك. في ناس كتير بتستنى السعادة تجيلها من بره، من ترقية في الشغل، من سفرية الأحلام، من عربية جديدة، أو حتى من شخص معين، وبتفضل تجري ورا الحاجات الكبيرة دي وننسى ان السعادة الحقيقية بتنبع من جوانا احنا، بتيجي من الحاجات البسيطة، لدرجة انها ممكن تاخد منك دقيقة واحدة بس في اليوم. الكلام اللي جاي ده هكشف لك سر صغير، عادة بسيطة هتكون سلاحك السري الفترة اللي جاية، عادة هتخليك تشوف الدنيا بنظرة مختلفة وتخلي الفرحة جزء أساسي في يومك. ودي هتبقى سلسلة جديدة. وهاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. او اول مرة تشوفوني، معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الانوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. عندنا سلاسل كتير قوي، كوني أنيقة، أسرار ست فوق ال80، كتالوج الست الرايقة، ودي سلسلة جديدة هنسميها مفاتيح السعادة، بناء على تصويتكم واختياراتكم. ان شاء الله هنشتغل عليها خلال شهر اكتوبر، مجموعة من الفيديوهات كده اللطيفة الخفيفة، وان شاء الله تعجبكم. فيلا بينا على الفيديو. دقيقة الامتنان، سر الوعي والسعادة. الفكرة كلها في كلمة واحدة، الوعي، انك تكوني واعية باللحظة اللي انت فيها. لو فكرتي فيها شوية هتلاقي ان كل حاجة حوالينا بتشتت انتباهنا، اشعارات الموبايلات، الايميلات، الاخبار، ضغط الشغل، كل ده بيشدنا في مليون اتجاه وبيخلينا ننسى نعيش اللحظة. بنصحى الصبح نفكر في الشغل، وفي الشغل بنفكر في البيت، وبالليل بنفكر في الشغل بتاع بكرة. عمرك سألت نفسك آخر مرة كنت موجود هنا في اللحظة دي بكل حواسك كانت امتى؟ العادة اللي بتكلم عنها هي تمرين بسيط جدا عشان ترجع وعيك للحظة دي، مش تأمل معقد ولا حاجة صعبة محتاجة وقت طويل، هي مجرد دقيقة واحدة بس، دقيقة امتنان بسيطة كل يوم. أول ما تصحى من النوم أو قبل ما تنام أو حتى وانت بتشرب القهوة بتاعتك، خصص دقيقة واحدة بس، شغل التايمر على موبايلك لمدة 60 ثانية. خلال الدقيقة دي كل اللي عليك تعمله هو انك تفكر في 3 حاجات انت ممتن لوجودهم في حياتك. مش لازم تكون الحاجات دي كبيرة، بالعكس السر في بساطتها. ممكن تكون ممتن على السرير المريح اللي انت نمت عليه، او على طعم القهوة في بقك، او حتى انك قادر تسمع صوت العصافير من الشباك. الفكرة مش في عدد الحاجات، الفكرة في التركيز. لما تجبر نفسك لمدة دقيقة واحدة بس تدور على الحاجات الإيجابية في حياتك، انت فعليا بتعمل إعادة برمجة لعقلك. المخ البشري طبيعته بتميل للتركيز على السلبيات عشان تحميه من المخاطر، ده طبعا زمان، لكن اليومين دول بتخلينا نركز على المشاكل والهموم وننسى كل النعم اللي حوالينا. فتمرين الامتنان اليومي حتى لو دقيقة بيساعدك تتخلص من السلبية دي، بيخلي عقلك يتعود يدور على الحاجات الإيجابية اللي تستاهل الشكر. ومع التكرار يوم بعد يوم، النظرة دي للحياة بتتحول لنظرة تلقائية، بتشوف نص الكوباية المليان مش الفاضي. طاقتك بتزيد وتوترك بيقل، حتى نومك بيتحسن. في دراسات بتقول ممارسة الامتنان يوميا ممكن تزود تفكيرك الإيجابي 3 أضعاف. لو في حد شايف إن حياته معقدة، مشاكل كبيرة، وإن دقيقة الامتنان دي مش هتعمل حاجة وده كله كلام فاضي وأنا هقفل الفيديو كفاية عليكي قوي كده، أحب أقولك ان جمال الموضوع هنا ان الدقيقة دي مش عشان تحللك مشكلتك، هي عشان تقويك، تخليك قادر تواجه المشكلة دي. زي اللي بيروح الجيم، هو مش بيروح عشان يشيل العربية لما تعطل في الشارع، هو بس بيروح عشان يقوي عضلاته ويقدر يواجه اي تحدي جسدي. بيروح الجيم عشان يحسن من عضلاته ومن عظمه ويقويهم. فدقيقة الامتنان دي عاملة زي الجيم بتاع عقلك ونفسيتك. الموضوع مش مقتصر على الامتنان بس ممكن تجرب عادات تانية بنفس المبدأ. دقيقة تفكير إيجابي، غمض عينك لدقيقة وافتكر موقف حلو حصل معاك،
ذكرى تخليك تبتسم. عيشها تاني بكل تفاصيلها أو تخيل حاجة حلوة نفسك تحصل في المستقبل. الدقيقة دي هتغير كمية عقلك فورا وهتخليك مبسوط. دقيقة لطافة. امسك موبايلك وابعت رسالة صغيرة لشخص انت بتحبه: شكرا انك كنت جنبي المرة اللي فاتت، انت وحشتني قوي، نفسي ان نتقابل. كلمة حلوة لصاحبتك: صورتك دي حلوة قوي، تيجي يلا نخرج. كده اللفتة البسيطة دي مش بتفرحه هو بس، لكن بتفرحك انت كمان، بتقوي علاقاتك الاجتماعية وبتديك شعور فوري بالسعادة والرضا. انت لما بتفرح حد تبعت له كلمة حلوة، انت كمان الشعور ده بينعكس عليك. دقيقة حركة. لو قاعد على المكتب طول النهار، شغل التايمر وقوم اعمل تمارين بسيطة. حرك رقبتك، كتفك، ظهرك، قوم اتمشى حوالين المكتب. الحركة القصيرة دي بتنشط الدورة الدموية وبتحسن مزاجك بشكل مش هتتخيله. دقيقة في الطبيعة. لو تقدر اخرج في البلكونة، افتح الشباك، خد نفس عميق لمدة دقيقة، ركز على شكل السحاب، صوت الهواء، منظر الشجر. الأبحاث بتقول إن التواصل القصير مع الطبيعة له تأثير سحري على حالتنا النفسية. زي ما نخش نقف في البلكونة شوية كده، بذمتكم مش بننبسط؟ اتفرج على الناس وهي ماشية وخارجة وطالعة، الهوا حلو كده، خاصة اليومين دول الجو لطيف. اقعدوا في البلكونة فوق الفجر كده أو المغرب، موضوع هيفرق جدا. الخيارات كتير لكن المبدأ واحد: استثمر دقيقة واحدة بس في نفسك بوعي كامل. حاول تربط العادات دي بحاجة بتعملها كل يوم. زي ما قلت لكم، مثلا نقول أذكار الصباح والمساء واحنا بنحضر الفطار واحنا بنحضر الغدا. اعمل دقيقة تنفس وانت مثلا بتشرب القهوة. امتن للحاجات الحلوة في حياتك وانت مثلا واقف في البلكونة. ده هيخلي العادة تترسخ وتكون جزء من روتينك من غير ما تحس. تحدي سعادة لمدة 7 أيام. تحدي بسيط بس نتيجته قوية. اختار عادة من اللي قلناها وطبقها كل يوم. عادة واحدة بس كل يوم لمدة دقيقة واحدة بس في ال7 أيام. بعدها اكتب تجربتك في تعليقات، وعايزاك ترجع كل يوم تحكي لي ايه الإحساس اللي انت حسيت بيه، ايه الدقيقة اللي خففت عليك ضغط اليوم، حسيت بإيه لما خلصت ال7 أيام دول. يمكن تكون بتفكر هو معقول الكلام ده يشتغل؟ الدقيقة دي يعني مش هتعمل فرق. الحقيقة إننا متعودين نفكر إن النتيجة الكبيرة محتاج مجهود كبير وضخم، بس الكلام ده مش دايما صح. النجاح هو نتيجة العادات اليومية البسيطة، مش التحويلات اللي بتحصل مرة واحدة في العمر. الفكرة زي المية اللي بتنزل على الصخرة، نقطة واحدة كل مرة لغاية لما الصخرة شكلها يتغير أو تتكسر. فالعادات اليومية هي نقطة المية دي. كل يوم انت بتشكل جزء صغير من شخصيتك، بتغير شوية من مسارات مخك العصبية. مع الوقت التغييرات الصغيرة دي هتتراكم وتعمل فرق كبير في حياتك. بتبني عندك صلابة نفسية بتخليك تقدر تواجه الضغوطات الحياة وتستمتع باللحظة الحلوة. ما تستهنش بالعادات الصغيرة المستمرة. أهم حاجة المستمرة. حياتك النهاردة هي نتيجة العادات اللي انت كنت مستمر عليها السنين اللي فاتت. فلو عايز حياتك بكرة تبقى مختلفة، تبقى أحسن، ابدأ النهاردة في بناء عادات جديدة حتى لو كانت مدتها دقيقة واحدة. ما تستناش السنة الجديدة عشان تحط أهداف جديدة، وعادات جديدة. خلينا نبدأ دلوقتي بهدف بسيط. استثمر في سعادتك دقيقة واحدة بس. دقيقة دي مش وقت ضايع، ده أقوى استثمار ممكن تعمله في نفسك. جرب التحدي وشاركنا تجربتك. ولو حسيت ان الفيديو ده مفيد ممكن ينفع حد تاني، فياريت تبعتهوله، يمكن تكون انت كمان سبب دقيقة سعادة في حياة شخص تاني. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني فيديو جديد من مفاتيح السعادة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.